لكن فجأة جراي يشوف الذئب العدواني رايح ناحية قطيع الخرفان، وده كسر واضح للقسم. من غير تردد جراي يقول إنه لازم يوقفه ويجري. بيانكا تفضل واقفة مكانها زعلانة ومحتارة ومش فاهمة اللي حصل. بعد شوية أصحاب بيانكا ييجوا ويقولوا لها إنهم سمعوا جراي بيقول إن عنده مفاجأة ليها. الأمل يرجع لقلبها وتفتكر إن جراي كان فعلا ناوي يطلبها. في نفس الوقت خروفين صغار شا وصاحبها وام يكسروا الأوامر ويروحوا للمنطقة الشمالية. فجأة الذئب العدواني ومعاه 2 يهجموا عليهم. الخوف يملى المكان، لكن جراي يظهر في اللحظة الأخيرة، يخبط الذئب في شجرة قوة ويلحق شا، وبدل ما يأذيها يسيبها وتقول لها ترجع بسرعة. شا وام يهربوا هما مرعوبين. بالليل الاحتفال الكبير يبدأ، ويجي وقت التصويت على القائد الجديد. الذئب العدواني يصرخ ويقول إنه الأقوى والأذكى، وذئاب كتير تأيده. بعده جراي يتكلم ويوعد بحياة أمان من غير خوف، وبمستقبل يعيشوا فيه من غير دم. أصوات تانية تأيده. التصويت ينقسم نصين، القطيع كله يبقى منقسم، والقرار المصيري لسه معلق. جراي ينادي على بيانكا ويطلب منها تختار، لكنها تمشي من غير ما ترد. يلحقها